27 hearts beat. دابا حنا في المغرب معروفين بالسحر ياك. يعني انتوا بتعرفوا ان المغرب هن مشهورين بالسحر. علاش بالضبط حنا والسحر والشعوذه من قديم الزمن هما كاينين ومذكورين في القران. هو كاين في المغرب كما كاين في دول اخرين كما كاين في بلايص اخرين. انا حياتي كامله وانا عايش في المغرب ما عمري حضرت عليه بشكل مباشر. فشكون اللي خلى المغرب ياخذ هذه السمعه؟ ركز معايا مزيان، نبداو بالقديم وموراه الجديد. كاملين كنعرفوا ان المغرب ما تستعمرش من طرف العثمانيين. هادشي كيخلي ان الرايه ديال تركيا كتشبه نظيرتها ديال الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا الى اخره. عندهم نفس السامبول عكس الرايه ديال المغرب. يعني المغرب في ذاك الوقيته ولات واحد الدوله منعزله، فتكونوا عليها بزاف الاساطير وان المغرب فيها سحره عندهم قوه جباره وقوه خارقه هذه من جهه ثانيه ان الكتاب ديال ألف وليله وليله اللي تمثل بزاف ديال المسلسلات وترجم بزاف د اللغات وتشهر بزاف كيتضمن واحد الحكايه من الحكايات ديالو ديال الساحر الدرويش المغربي المشهور اللي هارب في داكشي ديال الشعوذه اجيك دابا لهاد الوقيته. عندنا اولا المسلسلات الخليجيه كيعطيو هاد الصوره النمطيه على المغرب. الغرب فاش كيبغي يسوق لشي حاجه ولا كيسوق للشذوذ ولا اي حاجه من الافكار ديالو كيدخلها في الافلام. كذلك المسلسلات الخليجيه عاونوا باش تكون هاد الصوره كما قلنا. وعندنا الجيران هوك تا هما راهم بعض منهم ماشي كاملين، بعض منهم كيعاون في هاد المساله عاوتاني. وعندنا المغاربه براسهم واحد منهم بعدا ما عنده حتى شي استفاده. البيكا صاحبي خرج لي بواحد التراك كيسوق لي به السحر والشعوذه في المغرب. يلا فكها معاه. البيك مالك على هاد الشوها؟ شنو ديك الشيء صاحبي؟ طلعتي لنا القلب ديالنا، غيلفتينا صاحبي. شنو ديك الكليب وديك الطقوس وديك الروموز وشنو؟ رجعتي ساحر ولا شنو؟ رجعتي مشعوذ ولا رجعتي كدعين الشعوذه؟ بالمناسبه هاد التراك ما نجحلوش لحسن الحظ. اجيك دابا المغاربه اللي كيستافدوا. عندنا حتى حنا السحره والمشعوذين اللي كينصبوا على عباد الله واكثريته خدامين مع العيالات ومداورين الحركه. واحد تينصب على عباد الله ويقول له ها شنو يوقع لك باش يعطيه 100 درهم. وصاحبي الا كنتي عارف شنو يوقع هو سير للوطو قول لي شنو يوقع في 3 الماتشات ولا 2 غدا وغادي يربح مليار. ما باقيش تسعدك 100 درهم ديال الناس. واش كاينه ولا لا؟ هاد الناس اللي كيمشيو اصلا ما كيفكروش. النوع الثاني اللي كيستافد هو اللي كيبيع لي برودوي باش كيخدموا. المخ ديال الضباع، جلد التمساح، الجلد الحمار حاشاكم من فكرون. تفرج واحد الفيديو ما يمكنش. السيد كيستجب غير الطلب، قال لك انا ما كنامنش بهذا الشيء ولكن الناس كيطلبوه اش غندير لهم؟ كندير لهم خاطرهم. عبد السلام استقبالنا في متجره، دكان مكدسة أرجاؤه بأصناف مختلفة من الحيوانات الحية والمحنطة. تقول لك اعطيني شي حاجه، المهم شي بركه باش اسمو حنا تنسبوا الكاميرا الله سبحانه. وهذا الشيء كتشوف انت ان هذا الشيء شعوذه ولا ماشي شعوذه؟ لا كلشي شعوذه، هادشي شعوذه. غير التجربه تسمى شعوذه. والشعوذه شنو هي؟ هما الكذوب. والنوع الثالث هما الرقات. كتلقى عنده واحد المعهد الحجامه وكيزيد لك تما الرقيه الشرعيه. كيجيو عنده الناس كيبقى يقرا عليهم بالميكرو ومحرك الدعوه وخدام مع راسو تا هو. وهذا الشيء كامل كنلقاوه بحال شي سيستيم في المغرب مخدم معاه بزاف ديال الناس وعنده الشيفر ضافير تا هو ديالو في العام ومحرك الدعوه كما كنقول. ونبقاو مع فاصل ترفيهي غادي يعلمك كيفاش ما تبقاش تدخل في شي حاجه ماشي ديالك. ها هو جاي يعاونو صدق واكلها. ونرجعوا للتوبيك ديالنا باش نختموه. ومن بعد هادشي كامل اللي شفنا ما كاينش ان المغرب منبع ديال السحر والشعوذه، حيت بطبيعه الحال كل بلاصه فيها الزوين والخايب. فضلا على التاريخ كيقولوا باللي المغرب اصلا تعلم السحر من المشرق. ونبقاو مع المثل الشهير ان لم تستحي فراه غنجي